يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنرسم الرسمة دي تكملة للرسمة بتاعت الفيديو اللي فات، نفس الشيت. هنرسم أول حاجة سنتر لاين من هنا، بعدين هننزل بسنتر لاين عمودي، تمام كده. طيب بعدين هننزل 55 اهو، ال55 دي هننزل من السنتر لاين الأفق اللي فوق مسافة 55، ونعمل سنتر لاين أفقي 1 2 3 4 5. هذا الخمسة التانية، نعمل سنتر لاين أفقي تمام كده. بعدين نرسم الشكل بتاعنا. طيب عندنا هنا المفروض في سنتر لاينز تانية المفروض نرسمها برضو. هنمشي مسافة 45 ونعمل سنتر لاين، بعد كده مسافة 20 نعمل سنتر لاين، وبالمثل الناحية التانية يبقى مسافة 45 1 2 3 4 ونص. بعدين همشي 20 من النقطة دي 1 2 واعمل نقطة، بعدين اعمل سنتر لاين عمودي تمام كده. وعند النقطة التانية الناحية التانية هعمل نفس الكلام، مسافة 45 1 2 3 4 ونص، وهنا همشي 20 1 2 واعمل سنتر لاين عمودي. بعدين بقى نرسم الشكل بتاعنا. هنرسم هنا دايرة القطر بتاعها 40، يعني نصف القطر 20. هنمسك نعمل كاليبريت 20 تمام كده. نرسم دايرة سوليد لاين، بعدين نرسم الدايرة اللي بعدها اللي هي نصف قطرها، القطر بتاعها ب60، مديهوني هنا اهو، مديهوني هنا 6 holes equals space equal is based on a 16 diameter. مش باين في الكاميرا. المهم هتلقوا 60 هي هنا. طيب هنرسم الدايرة اللي قطرها 60 ونوزع عليها الست دوائر الصغيرة اللي قطرها 8. نرسم الدايرة الكبيرة الأول بخط خفيف طبعا اهو. القطر بتاعها 60، يعني نص القطر بتاعها كام؟ 30. معلش أنا آسف، 30 اهو، خفيف زي ما هو رسمه. بعدين هنعمل ايه؟ هنوزع الدوائر. طبعا هنا هيكون في دايرة، وهنا هيكون في دايرة، وهنا دايرة، وهنا دايرة. بعد كده هيتفضل معانا ان احنا نجيب الدوائر التانية عن طريق ايه؟ المثلثات. طبعا الدايرة دي على زاوية 30، فهنجيب المثلث على زاوية 30 وايه نقف هنا ونمد خط هيطلع لي السنتر بتاعها هنا. نفس الكلام نقلب المثلث الناحية التانية
نثبت على المركز، القلم ثبت، هنمد خط من المركز لحد الدايرة الكبيرة، بس أنا هكتفي إن أنا هحدد على الدايرة الكبيرة بس، ونمد خط هنا المركز التاني. بعدين نقلب المسطرة تمام كده، ونعمل نفس الكلام بس من الناحية التانية اهو. المركز نثبت، نحدد، نقلب المثلث، نثبت، نحدد. طيب عشان ما تتعبوش ممكن تعملوا كده وتقوم مدين الخط ده للناحية التانية، هيتقطع مع نفس الموقع الرئيسي. نفس الكلام الناحية دي هنثبت عند المركز وناخد هنا خط، والناحية التانية خط هيثبت برضو معانا عند عند النقطة دي. يبقى عندي كام نقطة؟ 4 نقاط، 6 نقاط معلش. اهم حاجة ان انا حددت، الدنيا بقى واضحة عندي، انا بمسح بس علشان الكلام ده هيتمسح هيبقى فيه زيادة. طيب الدوائر الصغيرة دي نصف قطرها كام؟ قطرها 8، نصف قطرها 4. ونقف هنا ونعمل دايرة، نطلع سن القلم شوية، كاليبريت تاني 4. احنا طبعا خدنا نصف القطر كام؟ 4 اهو. خلي بالكم عشان الدوائر الصغيرة دي بتبقى مصيبة، ممكن تبوظ الرسمة كلها بحركة واحدة من البرجل. بالراحة اهو كده، نفس الكلام هنا. نفس الكلام هنا. وهنا لا، هنا مفيش، انا اسف، انا تهت. ماشي، فوق الخط الافقي معلهوش دوائر، وفوق على الشمال هنا. تمام كده. بعدين برسم الدائرة الكبيرة اللي هيكون ليها مقاس. المماس ده خط كده كده، هنشوف هنعمله ازاي. الدائرة الكبيرة دي القطر بتاعها بكام؟ نص قطرها ب40 وقطرها ب80 يعني. هنكاليبريت 40، 4 سنتي اهو، ونعمل دايرة كده ونسيبها بقى يعني لما نشوف هتنتهي فين. طيب هنيجي عند السنتر لاين ده ونعمل نص دايرة قطرها بيقول لي 12 وايد، 2 سلوتس. الوايد بتاعها ب12، 2 سلوتس، يبقى نص القطر بكام؟ تمام كده. فانا هاجي هنا واعمل معايرة معايا 6 مللي، وارسم نص دايرة من هنا،
واجي الناحية التانية ارسم نص دايرة من هنا، نص قطرها 6 مللي. نفس الكلام، نفس الكلام هنا. طيب هوصل بقى ده بده، نوصل ده بده، وهكذا هنا. طب الكلام ده عمره بالمسطرة. تحت. بعدين هرسم الدايرة دي والدايرة دي، هرسمها ب20. الار كاليبريت على 2 سنتي. تمام كده. هنعمل دايرة مش كاملة الناحية دي، نفس الكلام الناحية التانية. بعدين هنعمل مماس للدايرتين دول مع الدايرة دي. المماس ده بيحصل ازاي؟ اولا هنا الدايرة منتهية هنا، والدايرتين دول نفس نصف القطر، الدايرة دي والدايرة دي. فلازم المماس يكون على العمودي، وهم على وضع افقي، فلازم المماس يكون ايه؟ على العمودي. هنا اهو، من هنا ده اوصله كده، ده مماس معايا. هيتفضل معايا المماس اللي هو الناحية دي والناحية دي. هيتعمل ازاي؟ هنرسم خط مستقيم ما بين الدايرتين دول، تمام كده. والناحية التانية نرسم برضه نفس الكلام، خط مستقيم بين الدايرة دي والدايرة دي. وكده هنشتغل على دايرة واحدة بس، مماس واحد اقصد. بس عايزين دلوقتي نعمل عملية ان احنا ننصف الخط ده. هنفتح البرجل اكبر من نصف الخط اللي احنا عملناه، ونعمل هنا قوس، والناحية التانية قوس. نيجي على الدايرة دي نفس الكلام، نعمل هنا قوس وهنا قوس. هنمد القوس ده عشان الخط يتقطعوا مع بعض. اتحدد لي نقطة هنا ونقطة هنا، هنوصلهم ببعض. هيدينا ايه؟ هيدينا نقطة المنتصف. النقطة دي هي نقطة المنتصف. أنا عاوز أرسم مماس خارجي، يعني يمس الدايرة دي من بره والدايرة دي من بره. هنعمل إيه؟ كل اللي هنعمله إن إحنا هنشوف الدايرة دي قطرها أو نص قطرها كام، ونمدها نرسمها جوه هنا من إيه؟ من بداية الدايرة دي. فإحنا عاوزين هنكمل الدايرة دي اهو، بحيث ان هي تقطع الخط المستقيم اللي ما بينهم. انا هبدأ اقيس من هنا، وهبدأ اقيس من هنا شوية وهتفهموني. تمام كده. انا اعتبر ان انا كملت، بس عشان ايه الزيادات دي كلها تتمسح انا ما كملتهاش كلها. طيب الدايرة دي نصف قطرها كان كام؟ نصف قطرها كان
20، واحنا رسمنا خط ما بينهم ونصفنا الخط. نصف قطرها 20. دلوقتي انا هرسم ال20 دي بتاعة الدايرة دي جوه الدايرة الكبيرة، فانا هبدأ من هنا، من بداية الدايرة الكبيرة على الخط المستقيم اللي ما بينهم، وهرسم خط، او هعد القطر. نص القطر ده كان 20، يبقى هعد من هنا 20. ادي 1 2 هنا بالظبط، واعمل نقطة. تمام كده. يبقى انا عندي نقطة هنا، نقطة المنتصف، والنقطة بتاعت قطر الدايرة، نص قطر الدايرة دي. اللي هعمله بقى ان انا همسك البرجل بتاعي اهو، همد خط، هفتح البرجل من نقطة المنتصف بتاعة الخط تمام لحد المركز بتاع الدايرة، واعمل قوس. تمام كده. بعدين هقف عند مركز الدايرة واكاليبريت البرجل لحد النقطة اللي انا اخدتها من الدايرة الصغيرة من نص قطرها، وقستها كده لحد ما جت معايا هنا، واعمل ايه، واعمل قوس. اتقطعت معايا هنا بالظبط. بعدين هروح امسك المثلث او اي حاجة معايا، اوصل الخط ده بالمركز اهو، المركز اهو بالنقطة دي اهو، ونعمل خط متصل بالمركز كده اهو. تمام كده. الخط ده محتاج مني ان انا انجله. انا رسمت في الاتجاه الخطأ اصلا، معلش. هنرسم القوس اللي احنا اخدناه ده. انا مش مركز. الناحية التانية، الناحية التانية اللي هي فين، اللي هي هنا، لان المماس هيكون من الناحية دي. انا اسف معلش. بعدين هناخد من المركز ده لحد النقطة اللي احنا رسمناها، وايه، نعمل قوس. هنلاقيها اتقطعت معانا الناحية دي، ونوصل المركز بالنقطة بتاعت الخط. تمام كده. ونمد خط كده. ده بقى النقطة دي هي نقطة الالتماس ما بين الخط ده والدايرة دي. طيب عايزين نقطة الالتماس هنا ما بين الخط ده والدايرة دي. هننقل الايه، الخط ده الناحية التانية، ننقله بايه، ننقله بالتوازي. هنجيب المثلث ال30 60، هنحطه كده، هنخليه يوازي مين، الخط اللي احنا مديناه ما بين الدايرتين، موازيه اهو. هنحط المثلث بتاعنا كده، انا اسف، هنحط المثلث بتاعنا الاول ده كده. تمام. وبعدين مش مهم بقى يوازي مش يوازي، الكلام اللي في الاول ده انسوه، معلش انا مش مركز والله، عشان بس سهران والدنيا مش مظبوطه معايا. يبقى انا كده ايه، حاطط المثلث 45 على الخط اللي انا رسمته بالظبط. تمام كده. وهمسك المثلث التاني الصقه فيه كده بالظبط. وبعد كده ايه، احرك ده كده. انا باسمي بنجل مين، بنجل الخط ده. انا احركه لحد ما اوصل للمركز هنا، واثبت واعمل خط كده. يبقى انا نقلت الخط ده هنا، يبقى هنا معايا هتبقى نقطة الالتماس. تمام كده. هنوصل، نمسح الزيادة دي، ونوصل ايه، النقطتين دول ببعض كده. اسمي عملت مماس بين دايرتين. الناحية التانية احنا وصلنا المركز ده بالمركز ده. هنفتح البرجل مسافة اكبر من نص الخط ده، ونعمل قوس من الناحية دي وقوس من الناحية دي. بعد كده نيجي على الناحية التانية نفس الكلام، نعمل قوس هنا ونعمل قوس هنا. اتقطع لي في النقطة دي
والنقطة دي، هنوصل النقطتين ببعض علشان نجيب منتصف الخط المستقيم ده اهو. كده المنتصف انا جبته معايا، يبقى هنا النقطة دي نقطة المنتصف. تمام كده، النقطة دي هي نقطة ايه؟ المنتصف. طيب النقطة دي نقطة المنتصف، هعمل ايه؟ هوصل البرجل، احط السن بتاعه عند نقطة المنتصف، والقلم عند المركز بتاع الدائرة الكبيرة. بعدين اعمل ايه؟ بعدين اخد قوس كده اهو، القوس ده هيتقاطع مع القوس التاني اللي هو ايه؟ احنا قلنا قطر الدايرة نص قطرها ب20، يبقى هناخد من بداية الدايرة هنا هنعد 20 ونخش بيها للداخل اهو، 1 2. النقطة بقيت على الدايرة السوداء اهي. بعدين اجي على ايه؟ اجي على مركز الدايرة واكاليبريت النقطة اللي انا ظهرت معايا، واخد بيها قوس هتقاطع لي مين؟ القوس اللي انا عملته في النقطة دي. بعدين اوصل النقطة دي بالنقطة دي كده اهو. كده انا معايا ايه؟ خط مستقيم. بعدين اخد المثلث كده اهو. عشان بس ماشي، ناخده كده اهو خلاص، نخليه يجي على الخط بالظبط كده. هو المثلث على الخط اللي انا ماده كده بالظبط. اجيب المثلث التاني ازوق فيه كده اهو. بعد كده امشي لحد ما اوصل لمركز الدايرة دي، امشي كمان واعمل خط زي. يبقى انا كده حددت نقطة الالتماس هنا، وحددت النقطة التانية هنا، واوصل وامسح الزيادات. تمام كده. حاولوا ترسموا بالحاجات اللي هتتمسح بخط خفيف. انا هنا برسم بخط تقيل علشان خاطر الحاجة تبان قدامكم في الكاميرا، عشان لو عملتها بخط خفيف مش هتبان اصلا. تمام كده. بس كده يبقى رسمنا الرسمة بتاعتنا. في حاجة ناقصة؟ غالبا لا، مفيش حاجة ناقصة. بس كده. السلام عليكم ورحمة الله.